السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في عالم إسراء DIY. النهاردة مكملين في تالت فيديو من سلسلة العودة للدراسة. الفيديو اللي فات عملنا مع بعض تزيين أقلام الرصاص، وكمان عملنا تزيين الأقلام الجاف من صلصال الفوم. عملنا شخصيات كرتونية وأشكال حلوة جدا. هسيب لكم لينك الفيديوهات دي في صندوق الوصف في أول تعليق مثبت علشان تشوفوها بعد ما تخلصوا الفيديو ده. وكنت سألتكم على المنتدى نعمل فيديو ايه الفترة اللي جاية، ولقيت النتيجة كانت متقاربة جدا، بين 40% اختاروا مقلمة بطريقة جديدة و40% تانيين اختاروا ميداليات من صلصال الفوم. فقلت نبدأ الأول النهاردة بفكرة المقلمة، واللي هتكون النهاردة بشكل جديد وكيوت قوي. هنعمل مقلمة يونيكورن شكلها تحفة وسهلة جدا من رول مناديل وورقة فوم، مش هتاخد أي وقت وبطريقة جديدة جدا وحصريا على اليوتيوب. فلو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وطبعا عارفة ان متابعين الحلوين هيحطوا اللايك قبل ما نبدأ. ويلا بينا على الأدوات. هنحتاج رول مناديل وورق فوم باللون الابيض، وكمان شويه قصاقيص فوم كده ملونه عشان نعمل وش اليونيكورن والزينه كده اللي بتكون موجوده على اليونيكورن، وكمان مقص وقلم ماركر اسود عشان نرسم عيون اليونيكورن، وكمان سوسته باللون الابيض. وكمان اخر حاجه هنحتاج مسدس الشمع. وبس، هي دي كل الادوات، ويلا بينا نبدا على طول. واول حاجه جبت كده رول الكرتون بتاع المطبخ ده، وهبتدي ان انا بقى كده اجيب المسطره بتاعتي، وهبتدي ان انا احدد كده بالطول حوالي 5 سنتي على الرول ده كده بالشكل ده. بجيب كده القلم الرصاص بتاعي وابتدي ان انا كده احدد من عند 5 سنتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من فوق. وده علشان عايزين نعمل المقلمة بالطول مش بالعرض، يعني هنعمل المقلمة كده بتتفتح من الجزء اللي فوق ده كده. فأصبح معانا كده جزء كبير وجزء صغير هيبقى الغطا بتاع المقلمة. حددت حوالي 5 سنتي كده، وبعد كده قصيتهم بالمقص، بقى معايا كده جزئين بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اضغطهم كده بالشكل ده كده بايديا عشان عايزة المقلمة تكون عريضة كده معايا. بعد كده بقى هجيب الجزء ده وهبتدي ان انا اثبت عليه السوستة. جبت كده مسدس الشمع وبدأت ان انا احط شمع كده على الاطار بتاع الكرتون، وبدأت ألزق السوستة كده على جزء الرول من فوق كده. ونخلي بالنا ان احنا واحنا بنلزق ما نحط الشمع على المجرى بتاع السوستة، علشان لما نيجي نفتح السوستة ونقفلها ما يبقاش معانا الشمع لازق في المجرى بتاع السوستة. ببدأ ان انا كده احط على بقية الرول من فوق كده شمع، وابدأ ان انا اثبت السوستة بالشكل ده. والطرف الاخير من بداية السوستة بنثبته بنقطة شمع بالشكل ده كده. وبنفس الطريقة هنلزق الإطار التاني من السوست على الجزء التاني من قطعة الكرتون دي عشان تبقى الغطا بتاع المقلمة. وهنثبتها بمسدس الشمع. بس قبل ده كله هنبدأ ان احنا نشيل الجزء الزيادة ده بالمقص كده من السوستة علشان مش محتاجينه. هنشيل بقى الزيادة دي كده. وبعد كده ثبت الجزء اللي فوق زي ما قلتلكم. وده كده بقى شكل المقلمة معانا، بتفتح وبتقفل كده بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين كده. نيجي بقى لتغليف المقلمة، هنبدأ ان احنا نغلفها كده بالفوم الابيض. جبت مسدس الشمع وبدأت ان انا كده احط شمع على المقلمة بالشكل ده. بدأت ان انا اوزع الشمع كده على المقلمة بالطول، وبدأت ان انا كمان احط كده كمية من الشمع كده بسيطة على اطار السوستة من فوق. وجبت كده ورقة الفوم وبدأت ان انا اغلف كده الرول كده بالشكل ده. بشيل الجزء اللي بنفتح منه السوستة كده لفوق، وببدأ ان انا كده الزق الفوم كده بشويش وبالراحة كده على الرول علشان كده يطلع الشكل ناعم ومتناسق. وابدأ بقى ان انا اجيب الشمع تاني كده، وببدأ ان انا احط على الجزء اللي محطتش عليه علشان اغلف المقلمة كده من ورا بالشكل ده. بجد فكرة المقلمة دي سهلة جدا وبسيطة وخطواتها سهلة زي ما انتوا شايفين، تقدروا تعملوها في البيت بكل سهولة. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده في المكتبة المقلمة تلاقيها ب90 وب80 وب100 وب120. فهتقدري تعملي المقلمة عندك في البيت بكل سهولة، وكمان مش هتكلفك 50 جنيه. كملوا معايا بقية الفيديو للآخر عشان بجد النتيجة طلعت تحفة. دلوقتي بعد ما غلفت كده المقلمة من تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الزيادات دي مش بنرميها، بنجيب كده مسدس الشمع وبنبدأ ان احنا نحط كده على الأطراف من جوه كده، وبنتني كل الزيادات دي لجوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الحركة دي مهمة جدا، وكمان بتدي فينش حلو قوي للمقلمة بعد ما بنخلصها. ودلوقتي كده جبت قطعة فوم تانية من اللون الأبيض، وبدأت ان انا كده اوزع الشمع على الرول من فوق علشان نبدأ ان احنا نعمل الغطا بتاع المقلمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومن ورا المقلمة كده ببدأ ان انا برضو اوزع شمع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان ابدأ ان انا اثبت باقي الفوم على المقلمة. قفلت المقلمة كده من ورا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده حطيت شمع كده في الرول من جوه، وبدأت ان انا ادخل الزيادات كده بايديا. واحنا بندخل الزيادات دي لجوه بنثبت ايدينا شوية علشان الشمع يثبت كويس. بعد ما تنيت الاطراف كويس كده هبدأ ان انا بقى احط كده شمع على الاطار من بره بالشكل ده، علشان هجيب كده قطعة كرتون وهبدأ ان انا اثبتها كده على الشمع اللي عملناه ده كده علشان تبقى معايا ثابتة كده وتبقى القاعدة بتاعة المقلمة. بثبت كده بايديا عشان اضغط الشمع على القطعة بتاعة الكرتون كده وتثبت معايا. والناحية التانية برضو هبدأ ان انا اعمل نفس الطريقة. ببدأ ان انا كده احط شمع كده على الاطار،
وهجيب كده قطعة كرتون وهبدأ ان انا اثبتها على الغطا بتاع المقلمة بالشكل ده. وبالمقص بتاعي كده ببدأ ان انا اشيل الزيادات كده حوالين القاعدة بتاعة المقلمة علشان يطلع الشكل كويس ومظبوط. وهنعمل نفس الخطوة في الغطا بتاع المقلمة، هنجيب المقص كده ونبدأ ان احنا نشيل الزيادات كده حوالين الغطا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودي اظبط طريقة عشان تقفلوا القاعدة بتاعة المقلمة والغطا بتاع المقلمة بطريقة سهلة وبسيطة. ودلوقتي هجيب قطعتين فوم كده من اللون الابيض وهبدأ ان انا اشيل اللزق اللي من ورا ده، وهبدأ اثبته كده على الغطا والقاعدة اللي لسه عاملينهم من الكرتون علشان نغلفهم كويس. بعد ما ثبتهم على القاعدة والغطا كده ببدأ ان انا اجيب المقص وابدأ اشيل اي زيادات كده حوالين القاعدة والغطا بالطريقة دي. ولو انتوا وصلتوا معايا للدقيقة دي ونسيتوا تحطوا لايك، ياريت تحطوا لايك حلو زيكم عشان تشجعوني ان انا اقدم لكم افكار كتير الفترة اللي جاية. بعد كده جبت شريطين ستان لونهم بيبي بلو، حبيت ان انا كده اظبط الفينش بتاع تقفيل المقلمه عشان اديها كده لمسه شياكه. جبت كده مسدس الشمع وبدات ان انا احط كده نقطه شمع على المقلمه من ورا، وبدات اثبت كده طرف شريط الستان وبدات ان انا الفه كده حوالين المقلمه كده من قدام ومن ورا كده. حبيت ان انا انهي شريط الستان من ورا كده واقفله بمسدس الشمع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده جبت كده ورد صغير من الفوم وبدأت ان انا ازين كده شريط الستان من قدام، بحط كده نقطة شمع صغيرة من فوق ومن تحت كده على شريط الستان وببدأ ان انا اثبت عليها كده الورد اللي بالفوم ده. عملت كده 3 صفوف بسيطين كده للتزيين. وهبدأ بقى ان انا اجيب كده شريط الستان اللي بالبيبي بلو ده وهبدأ ان انا اثبته كده على الغطا من فوق، بحط كده شمع على الاطار من فوق كده. وهبدأ ان انا اثبت برضو شريط الستان بالشكل ده. بدأت ان انا اثبته كده زي ما انتوا شايفين. ومن ورا هبدأ ان انا برضو اقفل كده الشريط الستان من ورا. بجيب كده بقى مسدس الشمع وببدأ ان انا احط كده تاني علشان اقفل كده الشريط من ورا على الغطا بتاع المقلمة. قصيت الطرف الزيادة ده كده بالمقص، وفي الطرف التاني برضو من شريط الستان ده كده هبدأ برضو اشيل الزيادة دي كده. وبمسدس الشمع كده هبدأ ان انا الزق باقي شريط الستان بالشكل ده. بعد كده جبت خيط دهبي كده وركبته في السوستة عشان اعمل سحابة كده للسوستة بتاعة المقلمة. دخلت كده طرف الخيط دوت من جوه كده من عند السوستة في الفتحة اللي جوه دي، وبدأت ان انا اشده من الناحية التانية، وبعد كده عملت عقدة كده وربطتها بالشكل ده. بعد كده جبت قطعتين من الفوم قد بعض وعملتهم على شكل قلب كده. هجيب بقى مسدس الشمع كده وابدأ ان انا اثبتهم على طرف الخيط من تحت. هحط كده على قطعة الفوم الاولى دي كده شمع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ ان انا كده اثبتها على طرف الخيط من تحت كده. وبعد كده هحط شمع تاني علشان اثبت القطعة التانية من الفوم بالطريقة دي. بعد ما ثبتهم على بعض كده قصيتهم بالمقص وحولت شكل القلب لشكل مسا كده بقى شكلها احلى وعجبني اكتر. وبكده تكون معانا السوسته بتتفتح وتتقفل بكل سهولة. حركة بسيطة بس شكلها كيوت قوي. هنحطها بقى على جنب ونيجي لأهم فقرة وهي فقرة التزيين. جبت بقى قصايص الفوم الملونة دي وحطيتهم على جنب، وبدأت أول حاجة بقطعة الفوم اللي باللون الفضي وبدأت إن أنا أرسم كده القرن بتاع اليونيكورن بالقلم الرصاص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تستبدلوه بالفوم الذهبي بس أنا عملت المتاح عندي. بدأت إن أنا كده أقصه كمان بالمقص بالشكل ده علشان أحدد القرن بتاع اليونيكورن. وده كده بقى شكله. هحطه بقى على جنب كده. وهبدأ ان انا اجيب كده قطعة فوم باللون الابيض وقطعة فوم تانية باللون البينك عشان اعمل الاذن الداخلية والخارجية لليونيكورن. اول حاجة حددت بالقلم الرصاص على ورقة فوم باللون الابيض زي ورقة شجرة كده عشان تبقى الاذن الخارجية، وعملت واحدة كمان الناحية التانية بالشكل ده. وبعدين على قطعة الفوم اللي باللون البينك هحدد برضو ورقة شجرة بس بحجم اصغر شوية. وهبدأ ان انا اعمل منها برضو اتنين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده نكون عملنا الاذن الداخليه والخارجيه لليونيكورن. هحطهم بقى كده على جنب. بعد كده هبدا اقص وردات صغيره من الفوم، واحده موف واحده لونها لبني وواحده لونها اصفر. جبت كده قطعه فوم باللون الموف وبدات ان انا احدد عليها كده رسمه ورده عشوائيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعلى قطعه تانية باللون اللبني هبدا برضو ان انا احدد كده رسمه الورده. وكمان باللون الاصفر هبدا برضو ان انا اعمل ورده كمان. بعد كده عملت 3 دوائر صغيرين باللون الاصفر والموف واللبني وحطيتهم كده في نص الورده بالشكل ده. وده كده بقى شكلهم النهائي بعد ما حددتهم بالمقص. كده تكون تفاصيل اليونيكورن معانا جاهزة. لزقت الودان الابيض في بينك بالشكل ده، والوردات كده بقى شكلها زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي بقى هجيب المسدس بتاع الشمع كده وهبدأ ان انا كده الزقهم على المقلمة. اول حاجة كده بدأت ان انا اثبت القرن بالشكل ده. بعد كده حطيت نقطة شمع هنا كده، والناحية التانية برضه هحط نقطة شمع تانية علشان اثبت الودان بتاعة اليونيكورن بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا احط الودن دي بالشكل ده كده، والناحية التانية هثبت الودن التانية بالطريقة دي كده. بعد كده بقى هلزق الوردات جنب بعض كده تحت الودان بالشكل ده. هحط كده نقطة في النص كده تحت القرن بالظبط، وهبدأ ان انا اثبت الوردة اللي باللون اللبني دي. وبعد كده هحط كده نقطة شمع الناحية دي وهثبت عليها الوردة اللي باللون الموف.
والناحية التانية هحط نقطة شمع كده وهبدأ ان انا اثبت الوردة اللي باللون الاصفر. وده كده بقى شكلها. بعد كده هنعمل بقى تفاصيل الوش بتاعة اليونيكورن. بالقلم الماركر الاسود كده رسمت العيون مغمضة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بطريقة بسيطة كده وكيوت. وعملت كده الرموش بالماركر الاسود برضو، عملتها كده شرط صغيرة كده على كل عين بالشكل ده عشان تبقى الرموش معايا. وبالقلم الماركر اللي باللون البينك كده عملت خدود اليونيكورن، شكلها بجد طلع لطيف جدا ومبهج. وشكل المقلمة كده خلص، بس حبيت ان انا اضيف زينة زيادة كده واخلي شكلها احلى. حبيت احط كده الوان ماركر ورسمت كده قوس قزح على جسم اليونيكورن. بدأت ان انا ارسم كده اللون الاحمر، وبعد كده بدأت ان انا ارسم الاورنج والاصفر والاخضر والازرق والموف علشان يبقى شكلها حلو. بعمل كده زي موجة كده عشوائية وببدأ ان انا كده املاها باللون الاحمر. وبعد كده بقى هبدأ ان انا اعمل باقي الالوان. تارا! وده بقى شكلها كده بعد ما خلصتها بقى شكلها قمر قوي. حبيت ان انا اضيف كده تاتشات زيادة، حبيت ان انا احط نجوم كده على نهاية الرسمة بالشكل ده، ومن ورا كده عملت شعر يونيكورن وعملت قلوب وعملت كده رسومات حلوة. واخر حاجة هنلزق قطعة فوم كده باللون الفضي على السوستة من ورا علشان تغطي نهاية السوستة. هجيب كده مسدس الشمع وهبدأ ان انا كده احط شمع بالشكل ده كده، وهجيب كده شريط فوم باللون الفضي وهبدأ ان انا اثبته على المكان ده كده. ترى! وده كده شكل المقلمة اليونيكورن النهائي. شكلها طلع تحفة قوي. محدش كان يتخيل ان المقلمة الكيوت دي تطلع من رول مناديل وورقة فوم. بجد طلعت تحفة ومبهجة جدا واللهم بارك، وشكلها خرافي وسهلة جدا مش بتاخد وقت خالص. بصوا الجمال والتفاصيل الكيوت دي، شكلها قمر 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 بجد. بجد انا منبهرة بيها قوي بدون مبالغة. بجد شكلها طلع تحفة كمان في الحقيقة اكتر من التصوير. متحمسة ان انا اسمع رأيكم جدا في الكومنتات وقولولي ايه رأيكم فيها. ولو عجبتكم الفكرة اعملولي لايك بسرعة دلوقتي لو انتوا نسيتوا تعملوا اللايك. وقبل ما انهي معاكم الفيديو حابة ان انا اوريكم كمان ان هي عملية جدا ومساحتها كمان كبيرة من جوه وبتاخد كمية اقلام حلوة قوي. يعني شايفين الكمية اللي قدامكم دي كلها بقوا كلهم جوه المقلمة. بجد حلوة جدا ومساحتها كويسة وعملية وبتاخد كمية اقلام محترمة. يعني بجد حلوة قوي لو انتوا هتاخدوها معاكم في المدرسة او لو في دروس مثلا او في جامعة او ايا كان المكان اللي انتوا هتاخدوها فيه. بجد هتبقى حلوة قوي معاكم. تقدروا بقى تحطوا فيها اقلام جاف ورصاص او ممكن تستخدموها الالوان اللي هي الفلوماستر والخشب مثلا لو انتوا بتحبوا ترسموا. شايفين كمية الاقلام اللي خدتها جوه المقلمة؟ بجد طلعت تحفة قوي وعملية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتوا منه كده واتسليتم. لو عجبكم بقى فيديو النهارده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعار مني بكل جديد انا بقدمه. وشيروا الفيديو لاصحابكم عشان يستفادوا من الفكرة زي ما انتوا استفدتم. ولو بجد متحمسين لفكرة الفيديو اللي جاي عن ميداليات من صلصال الفوم اكتبولي تحت في الكومنتات. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. بحبكم جدا. سلام.